الإذاعة الوطنية فضاء مفتوح على الرياضة. كاملة ولقات الضالة ديالها في مدرب ألماني يخلف التونسي المنذر الكبير اللي اضطرته الوعكة الصحية أنه يغادر. يتعلق الأمر بجوزيف زينباور 53 سنة. نربط الاتصال بمصطفى التمار مدرب مغربي مقيم بألمانيا. أكيد أن عنده ما يكفي من معلومات بخصوص هذا الوفد الجديد، علما أنها المرة الثالثة اللي كتنفتح عليها فيها كرة القدم المغربية على الخبرة الألمانية. كان عندنا مدير تقني بيتر شنيتغر على مستوى التكوين، كاين ورنر في 92 كان درب المنتخب المغربي، الآن يحل بيننا جوزيف زينباور. سي مصطفى مرحبا بك. مرحبا سي تويجار، مرحبا لاله وفاء نصر، سعيد بالمشاركة ديالي معكم عبر الأثير. نعم، تحية حب وتقدير لكم ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. ونحن أسعد. بداية كيف تفسر هذا الانفتاح ديال الرجاء على المدرسة الألمانية، علما أن على مستوى المردود لا الأندية ولا المنتخبات ماشي هي ألمانيا اللي كنعرفوا ما مولفينش كما كناخذوا فرنسا بالأساس، ربما قراب المدرسة ديال أمريكا اللاتينية، في حين أن ألمانيا الواقعية والصرامة. واش الاختيار موفق سي مصطفى ولا هادشي اللي وجدت الرجاء في الظرفية الحالية؟ وكيف كيعرف الجميع أن فريق الرجاء البيضاوي حاليا كيعيش مرحلة جديدة، مرحلة ديال ترتيب البيت، وهو شيء جميل جدا. والتعاقد مع مدرب من المدرسة الألمانية الغاية أن تعود الرجاء البيضاوي للسابق عهدها، ونظرا للاحترام والتقدير اللي كتحظى به الكرة الألمانية في العالم. الأطر الألمانية اللي اشتغلت في ريال مدريد، في لشبون، في ليفربول، باريس سان جيرمان، تشيلسي وأندية أخرى، بل أبعد من ذلك مدربين الألمان تعاقبوا على المنتخبات الإفريقية. إلى سمحت لي تفضل سي تويجر بأن مثلا فيستر اللي كان في المنتخب ديال الطوغو، شيفر اللي كان منتخب الكاميرون، بيتر شنيدغر وهو قيدوم المدربين في افريقيا. هو من 68 خدم في الكوت ديفوار، خدم في الكاميرون، خدم في السنغال، وجا الاداره التقنيه في المغرب. اوتمار اللي خدم مع سويسرا، بيرتي فوكس اللي كان الناخب الالماني اللي اشتغل مع نيجيريا، يورجن كلينسمان اللي منتخب امريكا، وحاليا هو في جنوب كوريا الجنوبيه. السؤال المطروح سي تويجر، فريق الرجاء البيضاوي واش اجاد الاختيار، خصوصا ونحن على بعد 4 ديال الدورات من نهايه الموسم، كان المفروض نوعا ما شويه ديال التريث وحسن الاختيار. تفضل سي مصطفى. كنظن كنتمنى بان تعطى واحد الفرصه، خصوصا احنا على بعد 4 دورات من نهايه الموسم، لشي لاعب مدرب من الرجاء البيضاوي. فمثلا عبد الصادق جريندو، ابو شروان، عبوب، الحيمر، الصفري، الصديقي، كلهم اطور اللي كيلزمهم غير شويه ديال الثقه والدعم، على اساس ان هذا المدرب هذا التاريخ ديالو يعني نوعا ما، واخا درب في افريقيا في سيد افريق، درب في روسيا، درب في سويسرا، فالنتائج ديالو دائما كانت سيئه. فلهذا ما عرفتش انا كيفاش فريق الرجاء البيضاوي، من قيمه الفريق الرجاء البيضاوي انه يجيب مدرب من هذا المستوى هذا. نعم، أنا كان ناخذ الآن بعض المعلومات من معي وفاء كذلك. يقول من مواليد 1970 يعني 53 سنة بمدينة شفاندورف الألمانية. خلال فترة لعبه كان لاعبا للوسط رفقة أندية ألمانيا أبرزها ماينز، واعتزل اللعب سنة 2005. مساره كمدرب بدأ مع رديف كارل شرو سنة 2012، ثم رديف هامبورغ قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لهامبورغ سنة 2014. بعدها خاض تجربة
مع سانت جالين السويسري في 2015 انضم بعدها لتدريب اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي، وهذه اول تجربه عنده. ربما تعطيه شويه بعض المفاتيح وفاء باش يعرف كرة القدم الافريقيه. صحيح. يعني مادام احنا تنتظروا يعني المسار التدريبي ديالو، درب في المانيا، درب بانديه اوروبيه، ولكن ايضا كانت عنده تجربه مع الفريق الجنوب افريقي. ما عندوش كثير من تجربه يعني مع الانديه على الصعيد الافريقي، ولكن ما يمكنش نحكموا على هذا المدرب واش غادي ينجح مع فريق الرجاء ولا ما غاينجحش. ننتظروا العمل ديالو وننتظروا النتائج ديالو مع فريق الرجاء. تيجي مع نهايه الموسم الكروي غتكون عنده فرصه انه يوجد فريق الموسم القادم. كاين المنافسه العربيه، ولكن باقي المنافسات غتكون عنده فرصه باش يوجد فريق اللي ينافس على الصعيد المحلي. سؤالي سي تمار، وحنا سنتحدثوا على يعني المدرسه الألمانية. هذا المعطى ديال المدرسة الألمانية مدرسة فرنسية، مدرسة أوروبية ولا أمريكا اللاتينية، مدى نجاحها في البطولة الوطنية؟ واش صحيح أن هناك مدارس تنجح مع الأندية الوطنية وهناك مدارس يعني ما تنجحش، أم أن النجاح ديال مع فريق بالبطولة الوطنية رهين بالمدرب، شخص المدرب، شخص ديالو، الكاريزما ديالو، المؤهلات ديالو كمدرب، وظروف العمل كذلك، وظروف العمل ديالو. سي تمار، صحيح ان ملي كتجيب واحد المدرب عنده تجربه، مارس في عده الانديه، اكيد بانه التجربه ديالو غادي يستثمرها في واحد الفريق. انما اذا سمحتوا لي بغيت نتكلم عليه بخلاصه، انه يوسف تينباوا الماني الجنسيه، لعب في الهواس، ما عمره كان محترف، لعب 12 نادي، انتقل كل سنه من نادي لنادي، صاب واحد الكسر يخليه يبعد على المزاوله ديال النشاط ديالو كممارس، مشى للتدريب. المحطات ديالو معروفه بانه هنا كان في المانيا كانت فئات صغرى مع مجموعه ديال الانديه ديال الهواس، عمل كمساعد في فريق كالسروي، وعمل مع نادي ديال كالسروي واحد السنه كمساعد، ومن بعد مشى لهامبورغ كان كيشد فايتي مانشافت، يعني فريق الرادي عمرو يلاه مره كان خدا الفريق الاول في الدورات الاخيره في 2015، وبعد المغادره ديال ميركو سلومكا حصل هو لعب 6 ديال المقابلات، يعني تقريبا يلا حصل على نقطتين وانهزم مع باير ب 8-0، وهي هذه النتيجه هذه معمر نادي هامبورغ خسر بهذه النتيجه هذه. انتقل من المانيا، مشى لسويسرا، مشى لسود افريق، ومشى عاود رجع ثاني، مشى. هو دائما تنقول كل سنه كيمشي كيقضيها في النادي، النتائج ديالو راه هي باينه، هي اللي كتحكي عليه. انا ما نقدرش ننتقده كمدرب كقيمه، ولكن النتائج هي اللي كتصنفه. هذه حاجه الثانيه. هذا المسار اللي استعرضتيه ممكن نقولوا انه مسار متواضع لمدرب؟ طبعا ما عندوش يلا فاز بشي كاس في سود افريقيا، اما النتائج اللي هي انه انهزم في 5 ديال المقابلات متابعين مع الفريق ديال لوكوموتيف موسكو، يلا خدا 10 ديال المقابلات، تعادل فاز مقابله وتعادل في 3، وانهزم في 5 ديال المقابلات اللي عجلت الرحيل ديالو. دائما كيمشي للانديه في الاخر ديال الموسم، لأن لولا أن المواطن ديالو اللي استقل من لوكوموتيف ما كانش غادي يمشي لها، لأن الآخر عنده مبادئ ضد الحرب اللي كاينه في أوكرانيا وتخلى على الفريق. بالنسبة للأندية ديالنا، لا يعني أول حاجة هو التواصل ما بين اللاعبين وما بين المدرب. فكيفاش هذا الانسان بانه تيتكلم يلا اللغه الالمانيه او تيتكلم اللغه الانجليزيه، اكيد بان ماشي بحال اللغه الالمانيه اللي ديالو هي اللغه الام. وراه حنا شفنا الناخب الوطني وليد الركراكي اللي كيوجد عده لغات، الفرنسيه، الاسبانيه، الانجليزيه، ولكن مع ذلك يتواصل مع اللاعبين ديال الفريق الوطني اللي كل واحد جاي من بلاد باللغه الام اللي هي بالمغربيه كيتعامل معها.
المدرسه المغربيه، اللاعب المغربي من افضل مثلا اذا ما كانش واحد المدرب مغربي فامريكا اللاتينيه ولا الفرنسيين اللي هما قراب لينا. اما الالمان هذيك عقليه اخرى. مثلا يعجبنا واحد المدرب اللي هو كبير عنده تجارب، مثلا اذا عطيت ماغات مثلا الا جبنا الرجاء سيرمون بانه غادي ينجح. هذا المدرب هذا انا ماشي عادتي انني انتقد شي مدرب ولا يعني تقلل من القيمه ديالو. لا كنسمعك سي مصطفى، كنسمعك طبعا. ولكن الواقع شوف، بغينا واحد البطوله ديالنا اللي تكون في المستوى العالي. والانديه ديالنا تكون قويه. خصنا نجيبوا مدربين اللي يكونوا في المستوى باش وحتى يعرف المكتب المسير للرجاء والجماهير والصحافه المدرب هذا النتائج هي اللي كتصنفوا واش مدرب ناجح في العمل ديالو او فاشل. نعم. نذكر سي مصطفى بان المدرب جوزيف زينباور قابل الرجاء قبل موسمين في كأس الكاف مرحلة الربع. تعادلنا معهم في جنوب افريقيا بهدف لمثله. الهدف ديال الرجاء وقعوا بين مالونغو، وعودة الخضر سحقوا الضيف الجنوب افريقي ب4-0. مالونغو مرة اخرى، زكريا الوردي، سفيان رحيمي، وقلت مالونغو جوج ديال الاهداف. بالتالي عنده تجربه محدوده في الديار الافريقيه. نتمنوا ان الممر او المرور ديالو مع الرجاء يخلي البصمه، لان ديالها الرجاء خلقت للتنافس على الالقاب. المونديال الكبير ظروف باش مشى فيها نقاش، ربما هذا من اول ملفات ديال النزاعات في عهد بودريقه، لان كيقول انا مريض عاطي شهاده طبيه، وهناك اللجنه ديال الطبيه مراقبه فيها طبيب الفريق، وبالتالي تم التخلي من طرف اخر واحد، وكيطلب التعويضات ديالو حتى ل 2024. يمكن بودريقه باغي دماء جديده، باغي مدرب جديد، ولكن باي تكلفه مع فريق يشكو من ضائقه ماليه وفر. وانطلاقه تويجر يعني راه بودريقه راه عنده تجربه، يعني سبق له سير فريق الرجاء انه ينطلق بنزاع، يعني كان من الافضل انه يسوي الملف مع مدير الكبير. نهايه الموسم تكون بطريقه حبيه، ممكن ايجاد يعني مخرج وصيغه توافقيه ما بينه وما بين المدرب التونسي. ربما الانديه المغربيه تويجر يعني في السنوات الاخيره، خصوصا الرجاء، الوداد، الجيش الملكي، تعامل مع هذا الملف ديال المدربين تعامل فيه شي حاجه ماشي هي هذيك. يعني كاين اللي كيجبد المدرب من الجيب ديالو، ودعتي مدرب مع الثلاثه كتلقى المدرب الاخر مع الخمسه، واش كان غير في بيرو اخر ولا ما عرف، بلا ما نعطي الاسماء. وفي الوقت اللي يعني الانديه الكبيره على الصعيد العالمي طريقه باش يختاروا المدربين، يعني مدرب اللي تيتم اختيار مدرب تيكون قناعه، مدرب اللي تيكون هناك ثقه في البرنامج ديالو، في طريقه الاشتغال ديالو، حتى تكون تتصبر على هذا المدرب لانك واثق فيه. ولكن الطريقه باش نجيبوا المدربين خصوصا مع الانديه الكبيره اللي حنا تراهنوا عليها انها تتوج عربيا وافريقيا، راه طريقه علامه استفهام كبرى على الطريقه تاع التعاقد مع المدربين. بكل تاكيد هذا ملف غيبقى مفتوح دائما. وفاء، نختم معك مصطفى في حدود دقيقه ونصف. الكره القدم الايطاليه رجعت بقوه، الدليل على ذلك ان 3 ديال الفرق طرف في النهائي ديال كؤوس القاريه 3 باوروبا، اخرها الانتر البارح، وكان بامكانها انها تجر المانشستر سيتي للشوطين الاضافيين. واش ماذا يحدث بالكرة القدم الألمانية؟ تقريب من هناك تراجع يعني مخيف، مابقيناش كنعرفوا ديك المانشافت اللي كنا كنشوفوا من قبل. بعبارة أخرى، واش الرجاء كانت موفقة في اختيارها هذه المدرسة الألمانية في زمن كتعيش فيه نوع من الفتور؟ أولا ده من آخر نعم حاجة قلت سي تويجر بأن فريق الرجاء البيضاوي هو فريق كبير وخاصه مدرب من القيمه ديال الرجاء العالمي. تعاقدوا مجموعه ديال المدربين على نادي الرجاء البيضاوي، كابريطان، سعدان، فيلوني، هنري ميشيل، كرولي، يوري، الهدف، وكلهم خلاو واحد البصمه ديالهم في
في النادي راه شفنا بان مع فيلوني راه في 6 ديال الالقاب، ومع محمد فاخر حتى هو اللي كنوجه ليه من هذا المنبر التحيه. فالاختيار لم يكن موفقا بكل المقاييس. هذا المدرب كتنقصوا نوع من ديال التجربه، وما يمكنش لانه بين عشيه وضحاها يجي ويبصم على واحد النجاح في الرجاء البيضاوي. فريق كبير وفريق عريق وعنده كؤوس وبطولات، وخصو واحد المدرب اللي من القيمه ديالو. المدرسه الالمانيه والمانشافت راه تتمر بواحد الفراغ حاليا، ولكن هما في مرحله بناء ديال واحد الفريق اللي يكون قادر على من هنا للقدام يشارك في بواحد الوجه كيف عودتنا الكره الالمانيه من قبل. التحول اللي وقع في الكره الالمانيه هو واحد حاجه بسيطه، لان من قبل كانوا كيلعبوا بحال دي بانسر تيقولوا لهم الدبابات، يعني الان ولاو حتى هما عندهم لا تكنيكو باش يوجدوا واحد المنتخب الخلف ديال اللي دات في 2014 اللي تمكن بانه يفوز على البرازيل ب7-1. راه خصها واحد الوقت. الان حتى في البطوله الالمانيه اللي مسيطر عليها هو فريق بايرن ميونخ ودورتموند. بايرن ميونخ بالنجوم ديالو اللي هو اللي مسيطر. شفنا راه في اخر دوره بانه عاد تحسن شكون اللي غادي يدي البطوله، واش فريق البايرن ميونخ ولا دورتموند. إذا سي مصطفى تمر، شكرا لك على هذا الايضاحات. نتمنى ان الواقع يكذبنا حنا والمشككين في الامكانيات ديال الجزائر. هذا قوس وتنسدوا. كل التوفيق للمدرب الجديد. حنا بغينا الرجاء تكون دائما في القمه على غرار الوداد، الجيش الملكي، نهضة بركان اللي يشرفوا كرة القدم الوطنية في الآونة الأخيرة. يتجدد لقاءنا معك إن شاء الله بحول الله في فرصة قادمة. سي مصطفى أنا في دوري كنشكركم. مرحبا سيدي. كنتمنى الفريق الوداد البيضاوي اليوم ان شاء الله يفرحنا ويفوز بهذاك الكاس. حنا كنا اليوم خلف فريق الوداد البيضاوي، وداد الامه باذن الله. هذا الجزء الثالث ما قبل الاخير في الحصه الاولى، وعلما ان كاينه حصه ثانيه غتبدا من 7 حتى 10. الجزء الثالث هناك التنس، طواف الدراجات. الإذاعة الوطنية، فضاء مفتوح على الرياضة.